في الأول كده لازم تعرف إن الصدق مش ببلاش، الصدق ليه تمن وتمنه غالي ومش أي حد يقدر يدفعه، وده لأن الصادق ساعات بيخسر راحته وساعات بيخسر علاقاته وأوقات كتير بيخسر مصالح، لكن في المقابل بقى بيكسب حاجة أهم بكتير، بيكسب نفسه وراحة ضميره وثقة الناس اللي فعلا تستاهل الثقة. وعلشان كده بقى الصادقين دايما قليلين، وده مش علشان الصدق وحش ولا حاجة، بالعكس تماما، الصدق أعظم قيمة ممكن الإنسان يتمسك بيها، ولكن بقى ولأن الطريق ده صعب وتقيل فاللي يقدر يكمل فيه عدده محدود جدا. علشان كده بقى وفي الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم عن سؤال مهم جدا: ليه الصادقين دايما قليلين؟ وإيه اللي ممكن يخلي الصدق دايما عملة نادرة وسط الكذب والمجاملات والمصالح؟ النهاردة بقى إن شاء الله هنعمل جولة سريعة كده في الموضوع ده علشان نشوف إيه هي الأسباب اللي ممكن تخلي الصادقين دايما قليلين. بس في الأول كده ما تنساش تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتعمل لايك للفيديو لو لسه ما عملتش، وما تنساش بقى تفعل زر الجرس علشان تجيلك الإشعارات الجديدة أول بأول. السبب الأول معانا النهاردة هو التكلفة. أكيد أنت عارف إن الصراحة عمرها ما كانت حاجة سهلة، وده أول سبب ممكن يخلي الصادقين عددهم قليلين، لأنك لما تختار تكون صريح فساعات كتير قوي بتدفع تمن تقيل، ممكن تخسر علاقة أو شغل أو حتى ناس كانوا قريبين منك، وده كله بس لمجرد إن أنت قلت الحقيقة زي ما هي. والناس بقى بطبعها مش بتحب تسمع الحقيقة لو عكس اللي هم عايزينه، علشان كده بقى اللي بيقرر يكون صريح لازم يبقى مستعد يواجه النتائج مهما كانت. الصراحة يا صاحبي كمان بتخلي الواحد مكشوف قدام غيره، وده لأن الكذاب عنده ألف وش بيلبسهم حسب الموقف، لكن الصادق بقى له وش واحد وما بيعرفش يغيره، وده اللي بيخلي الناس ساعات كتير بتستغل صدقه أو بتعتبره ضعف. لكن الحقيقة إن الصراحة قوة، لأنها بتحتاج جراءة وقلب جامد، واللي بيخاف بقى عمره ما هيعرف يكون صادق. كمان الصراحة ساعات بتخليك تمشي ضد التيار، وأغلب الناس بتحب تسمع الكلام اللي يرضيها بس حتى لو ما كانش صح، لكن بقى لما تيجي تقول الحقيقة بتبان كأن انت المختلف او الغريب وسط الناس، واللي بيختاروا يمشوا عكس الناس دايما بيبقى عددهم قليل. علشان كده بقى الصراحة مكلفة، بس في الاخر بتخلي الانسان يعيش مرتاح مع نفسه حتى لو خسر اي حاجة تانية. السبب التاني بقى هو المجاملة بقت جزء من حياتنا اليومية، والناس بقت متعودة تسمع الكلام اللي يطبطب على قلبها حتى لو مش صح، ولما تيجي بقى تقول لحد الحقيقة بصراحة ممكن يزعل منك أو يحس إن أنت بتنتقده. علشان كده بقى معظم الناس بتلجأ للمجاملة لأنها الطريقة الأسهل اللي بتخلي الكل مبسوط. أما بقى اللي بيختار يقول الصدق من غير ما يلون الكلام فغالبا بيتعرض للرفض أو سوء الفهم. المجاملة كمان بتدي إحساس مؤقت بالأمان، وده لأنها بتخلي الشخص اللي قدامك يحس إن أنت واقف في صفه حتى لو كلامك مش حقيقي، لكن الصراحة بقى بتخليه يواجه نفسه، وده وجع مش الكل مستعد ليه. علشان كده بقى الناس بتميل تسمع الكلمة الحلوة وتبعد عن اللي يواجهها بالحقيقة، وده سبب أساسي بيخلي الصادقين دايما قليلين وسط البحر اللي مليان مجاملات. كمان وللأسف في المجتمع بتاعنا بتتقال كتير جملة خليك دبلوماسي أو خليك مرن، لكن الحقيقة إن كل دي مبررات للمجاملة أو التزييف. وهنا بقى يا بطل بتاخد بالك من إن الصادق مش بيعرف يلف ولا يدور، لأنه بيقول اللي شايفه زي ما هو، وده طبعا مش بيلاقي قبول عند ناس كتير. علشان كده بقى اللي بيفضل الصدق على المجاملة بيبقى دايما قليل، لكنه في الآخر بيكسب احترام اللي فعلا بيقدر الصراحة. أما السبب التالت بقى فهو الخوف من الخسارة. الكذب ساعات بيبان أسهل طريق علشان الواحد يحافظ على اللي في إيده، وده لأن في ناس كتير قوي بتخاف تقول الحقيقة علشان ما تخسرش شغلها أو ما تزعلش مديرها أو ما تخسرش صديق أو تفقد حبيب. في اللحظة دي بقى يا صاحبي وبالتحديد الصدق بيتحول لعبء تقيل قوي، واللي ما عندوش استعداد يتحمل الخسارة دي بيختار الطريق السهل وهو الكذب. علشان كده بقى تلاقي الصادقين في الموضوع ده فعلا قليلين، لأنهم دايما مستعدين يدفعوا الثمن حتى لو خسروا اللي حواليهم. الخوف من الخسارة يا صاحبي بيخلي الناس تلبس أقنعة وتقول نص الحقيقة أو تزود عليها شوية علشان يبان شكلها أحلى، لكن المشكلة بقى إن الكذبة دي بتكبر مع الوقت. وهنا بقى بتاخد بالك من إن الصادق مش بيخاف يخسر، لأنه عارف إن الخسارة الحقيقية مش في ضياع حاجة مادية أو في فقدان علاقة، لكن في ضياع نفسه واحترامه لذاته. وده فرق كبير جدا بين اللي عايش بالصدق وبين اللي عايش بالمجاملة والكذب. كمان الخوف من الخسارة بيكشف معدن الناس. في وقت الأزمات أو المواقف الحساسة بتلاقي اللي بيضحك في وشك وبيقول لك كلام حلو، لكن من وراك بقى بيغير موقفه علشان يحافظ على مصلحته معاك. الصادق بقى يا صاحبي ما بيهموش المصالح دي، لأنه لا بيدور على المكسب ولا يهمه الخسارة، بيقول كلمته بكل وضوح حتى لو مش على هوا حد، وده اللي بيخلي عددهم فعلا قليلين، وده لأن الشجاعة اللي مع الصدق مش موجودة عند الكل.
السبب الرابع بقى هي المضارعة. المضارعة يا صاحبي واللي ما يعرفش معناها ان انت تتعامل مع الناس بحكمة ولطف علشان تكسب قلوبهم او على الاقل تتجنب شرهم، طبعا من غير ما تكون بتنافقهم او بتجاملهم، يعني على حسب دينك او مبادئك. في مجتمعات كتير قوي الناس بتشوف ان المضارعة نوع من الذكاء الاجتماعي، يعني بدل ما تقول الحقيقة زي ما هي بتفضل تلطف الكلام او حتى تخبي جزء منه علشان ما تكسرش بخاطر حد، وده طبعا وللاسف بيخلي الكذب او التزييف شيء مقبول عند الاغلبية. ده ساعات كمان بيسموه لباقة أو كياسة. ووسط الجو ده بقى اللي بيقرر يكون صادق بيبقى شكله شاذ عن المجتمع أو مختلف عن القاعدة. المجتمع هو كمان يا صاحبي ساعات بيضغط على الناس علشان يمشوا مع التيار، يعني لما تكون صريح زيادة عن اللزوم فممكن يتقال عليك إن أنت شخص قاسي أو مش بتراعي مشاعر الناس، في حين إنك في الحقيقة بس بتقول الواقع من غير أي تجميل. وده طبعا بيخلي الصدق عبء على صاحبه، وبيخلي الكذب هو الطريق الممهد اللي بيمشي فيه أغلب الناس. ومن هنا بقى يا بطل لم يتبقى سوى نتيجة واحدة، وهي إن اللي بيختار الصدق بيفضل قليل وسط الكتير اللي بيشجعوا المضارعة. كمان في جانب تاني مهم جدا وهو التربية والعادات. احنا طول الوقت بيتزرع فينا اننا ما نصدمش اللي قدامنا ونقول له اللي يرضيه حتى لو مخالف للواقع، لكن للاسف بقى ان ده بيخلق اجيال متعوده على الكلمه اللي على مزاجها، ومع مرور الوقت بقى اللي بيفضل يكون صادق بيبقى شبه الغريب وسطهم. ومن هنا بقى بناخد بالنا من ان المجتمع كده بيكافئ المضاراة وبيعاقب الصراحه. السبب الخامس بقى يا صاحبي هو قلة اللي عندهم ضمير. زي ما قلنا كده من شويه ان الصدق مش مجرد كلام بيتقال، ده محتاج ضمير صاحي يوجه صاحبه، وده لان اغلب الناس بتبقى عارفه الصح من الغلط. لكن المشكله بقى ان مش الكل عنده الشجاعه انه يختار الصح ويقف عنده. علشان كده بقى الضمير لو نايم او ضعيف الكذب بيبقى اسهل واريح. علشان كده برضه الصدق محتاج قلب صاحي يحاسب نفسه قبل ما يحاسب غيره، وده طبعا مش موجود عند الكل. اللي عنده ضمير صاحي يا صاحبي بيبقى عارف ان الكلمه اللي هيقولها ممكن تجرح او تبني، وممكن تخلي الموقف يعدي بسلام او يولع الدنيا، ومع ذلك بيختار يقولها زي ما هي حتى لو ده هيجيب شويه مشاكل. علشان كده بقى الصدق مش في اللسان بس، الصدق في الوجدان. ولو الضمير مش صاحي فمستحيل تلاقي صدق حقيقي. كمان يا صاحبي قلة اللي عندهم ضمير بتخلي الصادقين دايما قليلين، لأن الصادق كل يوم بيخوض معركة داخل نفسه، دايما بيبقى محتار يختار الراحة في الكذب ولا يختار التعب في الصدق. اللي ضميره صاحي وعايش مش بيعرف يختار الكذب حتى لو كان أسهل، وده سر من أسرار ندرة الناس اللي فعلا تقدر تقول عليهم صادقين. السبب السادس بقى يا صاحبي هو إن الصدق بيكشف الحقائق. الصدق ساعات بيبقى زي المراية، بيعكس للناس حقيقتهم من غير تزييف، وده طبعا شيء مش الكل بيتقبله. وحتى لو في ناس تقبلوا الموضوع ده فالموضوع بيبقى عليهم تقيل جدا، وده لأن أغلب الناس بتحب تعيش في الصورة اللي رسمتها لنفسها حتى لو ما كانتش واقعية. ولما بيجي شخص صادق ويكشف لهم الحقيقة بكلمة أو بموقف بيحسوا بوجع، وممكن يعتبروا إنه ده هجوم أو قسوة. علشان كده بقى اللي بيختار يكون صادق دايما بيتعرض للرفض او العداء. المشكله بقى ان الحقيقه ساعات بتعري المواقف وبتوضح النوايا. الكذاب يا صاحبي بيقدر يخبي ويغطي، لكن الصادق مش بيعرف غير انه يقول الامور على طبيعتها. واللي مش مستعد يواجه نفسه او يشوف غلطه فاكيد هيبعد عن الصادق. ومن هنا بقى كان الصادقين في النهايه معزولين او عددهم محدود، وده لان مش الكل عنده الشجاعه يسمع الكلمه اللي بتكشفه. وعلى فكرة الصدق بيكشف الحقائق قدام المجتمع كله، يعني ممكن موقف واحد يبان انه عادي لكن بقى لما يتقال بصدق بيظهر صورته الحقيقية، وده طبعا بيحرج او بيضايق ناس كتير قوي. فالاغلب هنا بقى بيفضلوا يبعدوا عن الصادق وبيقربوا من اللي بيمشي الدنيا. علشان كده بقى الصدق بيبقى عبء على صاحبه، لكن في نفس الوقت علامة قوة تميزه وسط الناس. السبب السابع بقى يا صاحبي هو الطمع. واحدة من أكبر الأسباب اللي بتخلي الصادقين فعلا قليلين هو الطمع. كتير من الناس لما بيكونوا قدامهم اختيار بين الصدق اللي ممكن يخسرهم مصلحة وبين الكذب اللي ممكن يفتح لهم باب كسب سريع بيختاروا الكذب. لازم تعرف كده يا صاحبي إن الطمع بيخلي العين على المكسب اللحظي حتى لو كان الكلام ده على حساب القيم والمبادئ. ومن هنا بقى الصدق بيتراجع وبيفضل موجود بس عند اللي قلبه قوي وما بيخضعش للطمع. وهنا برضه بتاخد بالك من إن اللي عاوز يكسب أي حاجة بأي طريقة فطبيعي جدا إنه
يسيب الصدق على جنب ويختار الطريق السهل. انما بقى الصادق فدايما بيشوف ان المكاسب اللي بتيجي من ورا الكذب عمرها ما بتدوم، وان اللي بيتنازل عن الصدق علشان مصلحة صغيرة بيخسر حاجة اكبر، وهي احترام نفسه وثقة اللي حواليه. الناس يا صاحبي اللي ما بيغلبهمش الطمع دول وبيختاروا يفضلوا صادقين مهما حصل، هم دول اللي فعلا قليلين. علشان كده بقى الصادقين دايما عملة نادرة. الخلاصة هنا يا صاحبي ان الصدق عمره ما كان سهل، وعمره ما كان طريق مفروش بالورود. الصادق ممكن يخسر مصالح وعلاقات ويتعرض لضغط من المجتمع كله، لكن في المقابل بقى بيكسب اهم حاجة في الدنيا، وهي نفسه وراحة ضميره وثقة ربنا قبل أي حد. وعلشان كده بقى الصادقين دايما قليلين، لأن مش أي حد عنده الشجاعة يدفع ثمن الصدق. بس صدقني يا صاحبي، لو اخترت تكون صادق حتى لو لوحدك، هتكتشف إن أنت مش لوحدك أبدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى دايما هيكون معاك ومع كل قلب نضيف بيختار يقول الحق مهما كان تقيل. ودلوقتي يا صاحبي الأمر إليك، فكر كده وشوف انت عايز تكون مين، واحد ماشي مع التيار بالكذب والمجاملات، ولا واحد واقف ثابت بالحق حتى لو كنت مع القليلين. اما انت بقى لو وصلت لحد هنا فاكيد الفيديو عجبك، فما تنساش بقى تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتعمل لايك للفيديو لو لسه ما عملتش، وبالمره تسيب لي تعليق تقول رايك ايه في موضوع الحلقه دي، وحابب نتكلم عن ايه في الحلقات اللي جايه ان شاء الله.